السلام عليكم. أستاذ مولاي رشيد الحسني، طبيب أخصائي في طب الأشعة بالمصحة الدولية رياض النخيل. فاليوم إن شاء الله غادي نهضروا على الأهمية ديال الطب الإشعاعي التداخلي. كما تعرفوا في الوسائل اللي كنستعملوا في الفحوصات فهي تطورت بزاف، وبالموازاة مع تطور هذه الوسائل اللي كتعطينا وكتمكننا اننا نوصلوا لواحد يعني واحد التشخيص اللي هو دقيق، فكذلك بالموازاة كاين واحد التطور ديال طب الاشعه التداخلي، وهذا هو المجال اللي غادي نهضروا عليه اليوم، وبالخصوص طب الاشعاعي التداخلي فيما يخص امراض ديال الاوعيه والشرايين. هذا المرض هذا والامراض اللي كتنتج على تضرر ديال الاوعيه والشرايين فهي كثيره، منها اللي كيكون امراض اللي هي يعني كتكون كونجينيتال، وكاين امراض اللي كتولد من بعد نتيجه لبزاف ديال العوامل. هذا النطاق هذا حنا كيمكننا ندخلوا الوسائل اللي كنتوفروا عليها باش نواجهوا جميع الحالات او واحد مجموعه كثيره ديال الحالات اللي كتستوجب واحد التدخل بواحد الصفه اللي هي كتكون غالبا ما مستعجله، كمثلا زيموراجي ميناجي. دونك بالنسبه للدماغ كيكون بعض المرات عندنا واحد النزيف في السحايا ديال الدماغ اللي كيكون ناتج على واحد توسعه ديال الشرايين، واحد سكون ابل الانيفريزم. فهذا الانيفريزم الوقت فاش كيكون ذاك النزيف كيمكن يكون عنده واحد التاثير اللي يقدر يؤدي للوفاه ديال الشخص، وبالتالي العلاج والكشف خصو يكون اسرع ما يمكن. هنا كنقوموا بواحد الفحص بدايه بسكانير، يعني كيبين لنا بان راه كاين نزيف، وفي هذه الحالات هذه على حسب المواضيع ديال النزيف هذا كيمكن لنا يا اما تنتبهوا ولا في غالبيه الاحيان كنمشيو للقسطره ديال الشرايين باش كنعرفوا بالضبط منين جاي هذا النزيف هذه. وإلا لقينا بان راه كاين داك لانيفريزم، في هذه الحالات هذه كيمكن لنا نختاروا كنناقشوا مع الاختصاصيين، بالخصوص الجراحات الاطباء ديال جراحه الدماغ، كنناقشوا شنو هي الطريقه ديال العلاج اللي غادي تكون انجع بالنسبه للمريض، يا اما بالجراحه يا اما عن طريق القسطره. وفي هذه الحالات هذه يعني كيمكننا نقوموا بها، حيت داك لانيفريزم كنحاولوا اننا نشدوه ما كيبقاش الدم تيتمشى فيه، المريض كيمكن له يعني يستعد الحاله ديالو الطبيعيه. غير هو مساله اللي كتكون صعيبه في هذه الحالات، الحمد لله ما كتكون شيء كثيره بزاف، وهو ان هذا النزيف هذا كيمكن له هو بنفسه يسبب واحد الانسداد ولا واحد التشنج في داك في الشرايين اللي كيكونوا عنده واحد يعني مضاعفات اللي تيمكن تؤدي بعض المرات للحالات اللي هي صعيبه بزاف، وربما كاع كتؤدي لواحد. هنايا كنحاولوا ما امكن اننا ندخلوا في واحد باسرع وقت ممكن باش نتجنبوا هذه المضاعفات هذه. من بعد من غير هذا الزيموراجي ميناجي ولا هذا النزيف اللي تيكون في الدماغ، فكاين حالات كثيره اللي كيوقع فيها مثلا النزيف اللي كيمكن لنا ندخلوا فيهم. مثلا كاين النزيف اللي كيوقع من بعد الولاده عند بعض النساء، وهذه الحالات هذه يعني التدخل ديال الطبيب ديال النساء تيكون مرات صعيب، لانك يقدر يؤدي بانه يستأصل الرحم. وفي هذه الحالات هذه حنا كيمكن لنا ندخلوا باش كنشدوا داك العريقات وكنحاولوا اننا نقصوا من الحده ديال داك النزيف، وبالتالي يعني ما كنوصلوش لذاك الحاله ديال الاستئصال ديال الرحم. كاين حالات اخرى اننا كنقوموا بواحد العلاج كيميائي بالنسبه لبعض السرطانات، اننا كنحاولوا اننا نعملوا واحد الدواء داخل داك الشرايين اللي كتغذي هذه الاورام هذه. وهذه المساله هذه اللي تنعملوها كثير مثلا في الاورام ديال الكبد، كاين كذلك اورام ديال البروستات اللي كتخفف شويه على المريض وكتساعدنا اننا
نوصلوا لواحد النسبه مئويه اللي كتكون شويه كبيره بالنسبه للعلاج وبالنسبه للمفعول ديال الادويه على الامراض هذه. اذا في هذا النطاق هذا يعني التدخل ديالنا في هذه الاشعه التداخلي فهي كتكون كثيره، ويعني كيمكن لها تشمل جميع الاعضاء، وفين ما كانت شي نزيف فكيمكن لنا نعالجوه ونقصوا من الحده ديالو.